عارفين بسبب جحود الناس في الزمن الحالي وحالة الجشع والطمع والحقد على بعضينا والغيرة اللي بقت متملكة أغلب الناس من إنها تشوف حد ناجح أو في إيده نعمة، أصبح كتير من الطيبين والمحترمين اللي بيكافحوا ويشقوا في حياتهم بيعانوا من قصة كلام الناس عليهم واختراع القصص والحكايات الباطلة لتشويه سمعتهم. والأغرب من كده واللي أصبح سائد جدا ومنتشر إن اللي بيسمع القصة بيصدقها حتى من غير ما يتأكد، ويا ريته بيصدق ويسكت. لا، إزاي؟ ده بيساعد في انتشار الكذب، وممكن يجزم ويأكد ويحلف كمان على كلام هو نفسه ما يعرفش حقيقته ايه ولا تأكد منه. وطبعا الضحية في القصة دي مين؟ الشخص الغلبان المحترم اللي وقع ضحية شخص مريض كاره يشوف الخير في ايد غيره، وبالتالي طبعا ده بيأثر على نفسيتك وقلبك وممكن حياتك كلها. فأنا جبت لك حل تقدر تقول عليه الحل السحري لأكبر مشكلة ومعضلة في تاريخ البشرية، وهي كلام الناس عن بعض وعلى بعض. المشكلة اللي سيدنا موسى نفسه ما قدرش يستحملها وطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يكف ألسنة الناس عنه، لأنه مش قادر يستحمل كلامهم الباطل عليه. إلا إن ربنا سبحانه وتعالى رد الرد المعروف لسيدنا موسى وقال له: يا موسى، ذلك شيء لم أكتبه لنفسي، ودي سنة الله في خلقه. ولكن هل معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى مع وجود المشكلة دي سابنا كده من غير حل؟ طب وهو ينفع يكون ده ظنك بربك برضه؟ حاشا سبحانه وتعالى إنه تكون في مشكلة حداك حد من حبايبه من غير ما يديله ليها حل. أنا بقى النهاردة جاي أقول لك على الحل ده، بس حابب أقول لك في الأول أنا إزاي عرفت الحل ده وطبقته ولقيته بالفعل بيجيب نتائج مبهرة جدا معايا. فجأة كده سبحان الله ألاقي كل حاجة بتتغير، سواء نفسيا أو على مستوى القلب أو حتى في التعامل. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك في ظهرك اللي يجيب حقك ويرد غيبتك ويرد الكلام الباطل عنك بتسخير من رب العزة سبحانه وتعالى علشانك وعشان خاطرك. وهكذا كل ما يتكلموا عني أروح للحل ده. وعودت نفسي أول ما الدنيا تبوظ معايا في أي حاجة وأبدأ ألاقيها قفلت في وشي ومش لاقي لها حل خالص، بعمل 3 حاجات ملهمش رابع بينجدوني فعلا من أي ورط، ولازم ألاقي حل في واحدة منهم. أول حاجة أقوم واخد بعضي وأروح رايح لربنا، أدور في كلامه واللي هو القرآن الكريم. ما لقيتش فيه حل لمشكلتي أقوم واخد بعضي وأروح لسيدنا النبي، أدور في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ما لقيتش حل لمشكلتي لا في ده ولا في ده، وده غالبا ما بيحصلش إلا نادرا، أقوم واخد بعضي وطالع على المصلاية، صلاة بقى ودعاء واشتكي مشكلتي لربنا. وفعلا بتتحل والله. مشكلتي النهاردة دي بقى ملحقتش يا دوب أخدت بعضي ورحت دورت على حل ليها في كلام ربنا، لقيته قدامي. ولقيت ربنا سبحانه وتعالى مش ذاكره لنا مرة واحدة بس، لا ده ذاكره لنا 3 مرات علشان يأكد لك إن الحل اللي ربنا جاي لك عليه ده هيحل مشكلتك، يعني هيحلها. فلقيت القرآن بيشير ل3 مواضع لحماية القلب من أثر الكلام السيء. أول حاجة في سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب يا رب لما يضيق صدري بما يقولون أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي سورة قاف بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ فاصبر على ما يقولون. وأعمل إيه تاني يا رب؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعشان يأكد لنا على الكلام ده راح مكرره لنا تاني فقال إيه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والكلام ده في سورة طه. التسبيح يحمي القلب من أثر الكلام السيء ويورثك شعور بالرضا وبيستقر في القلب. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ فسيكفيكهم الله. تلاقي ربنا على طول اتعامل معاك بمبدأ إنا كفيناك المستهزئين. وعايزك دايما تردد اللهم اكفنا شر من ينطبق عليهم قولك الحق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فاوعى تفتكر ان التسبيح ده مجرد بس انك هتاخد عليه حسنات وانه هيشتلك عليه اجر في الجنة وخلاص. لا، حتى في الدنيا وفي تعاملك مع الناس ليه اثر وليه فايدة عظيمة. فمن دلوقتي ورايح اياك تسيب التسبيح من لسانك علشان ربنا يحميك من كلام الناس عنك. وعرف كل حد بتحبه بالمعلومة دي، وخليك سبب في إنه كل الناس تمشي تصبح ربنا بسببك. وعايزك دايما تمشي بمبدأ تركت ظنون الناس عني ورأيهم فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري
كاملا في عيوني.